السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. متأخرة عليكم، بقالي فترة ما بعملش فيديوهات، بس ان شاء الله ربنا يسهل كده وارجع اعمل معاكم فيديوهات تاني. ويا رب يكون في تفاعل كده، لان بصراحه التفاعل وقله المشاهدات هي اللي مكسله الواحد ان هو يعمل فيديوهات. يعني بصراحه الواحد بيتعب في التصوير، عايزه اقول لكم التصوير ده متعب جدا، بس ما بلاقيش تفاعل خالص على القناه. المهم النهارده ان شاء الله هعمل معاكم قرص الطريه بطريقه سهله ومكونات اقتصاديه، وتكون ان شاء الله تكون موجوده عندك كلها في البيت زي ما انتم شايفين. سهله خالص وما خدتش حاجه، ما خدتش وقت، وما خدتش مكوناتها بسيطه جدا. ان شاء الله هبدأ معاكم الفيديو. اول حاجة انا هعملهم بحوالي 2 كيلو دقيق زي ما انتم شايفين. سمي الله، دول 2 كيلو دقيق، دول حوالي كوبايتين سمنة. يعني كيلو دقيق عليه كوباية سمنة. كوباية سمنة اللي هي كوباية المج اللي هي 200 مللي ده. زي ما انتم شايفين حطيت كيس خميرة، وحطيت معلقة بيكنج باودر او نص باكو بيكنج باودر كان عندي، بس هي المقطع ده كان محذوف بتاع البيكنج باودر. وحطيت مع معلقة صغيرة ملح او نص معلقة ملح صغيرة. وقلبت الاول البيكنج باودر والخميره، المواد الجافه دي كلها والملح في بعض. وبعد كده هحط عليهم ايه السمنه. دول طبعا 2 كيلو عليهم كوبايتين سمنه. نسمي الله كده ونبدا ان احنا ايه نبس بقى ايه السمنه في الدقيق. حابه بقى تعمليها بزيت، حابه تعمليها بسمنه زي ما انت عايزه، بزبده زي ما انت عايزه. طبعا بعملها بلبن رايب. لو انت ما عندكيش رايب ممكن لبن من العادي، اللبن اللي هو الصحيح يعني اللي مش رايب. تمام، بس انا كان عندي لبن رايب هتشوفوه دلوقتي، فقلت ان انا ايه اعمله بيها، يعني استفاد بيه برضو بدل ما هو ايه يترمى، يعني حرام. زي ما انتم شايفين طبعا القرص دي حلوه جدا جدا. تنفع بقى في الفطار، تنفع في العشاء. قمت بالليل جعانه، عيل قام جعان، ممكن كوبايه شاي بلبن كده او كوبايه شاي يعملها. او ممكن تفطري بقى الصبح. يعني انا بعملها الفطار، يعني طول ما هي موجوده نصحى الصبح كوبايه شاي بلبن مع قرصتين ولا حاجه. الصراحه بتشبع وجميله خالص. طبعا زي ما انتم شايفين ده سكر من سكر التموين الخشن العادي. طبعا انت لو عايز تحطي سكر بودره هتحطيه على طول على العجينه على الدقيق، بس عشان ده سكر خشن فانا هدوبه الاول بشويه، اهو ده اللبن الرايب. تمام. حطيت بقى كده ايه، قلت ادوبهم اسيبهم الاول ادوبهم كده عبال ما ايه ما بس الدقيق في السمنه ابسهم كويس جدا زي ما بتبس كعك العيد كده. طبعا ايه افضيتها في الطبق الكبير ده بمطرح السمنه عشان خاطر هو واسع وايه واعرف اقلب فيه كويس. زي ما انتم شايفين قلبتي كده فيها كويس. زي ما قلت لك لو انت حابه تحطي لو عندك سكر بودره حطيه على الدقيق على طول، بس ده طبعا عشان خشن فانا قلت ادوبه شويه في الزبادي. طبعا الزبادي دي انا مدفياها على النار، هي كانت في التلاجة ساقعه طبعا. لما رحت حطيته في التلاجة لما جيت اعمل بيه القرص دفتها على النار طبعا عشان كده كده الجو حار، بس ايه دفتها حاجه بس عشان ايه يتفاعل مع الخميره يعني. بدات ان انا ابس كده دي كويس جدا بالسمنه. تمام. هروح واجي كده وبس فيها كل واجيب من تحت كده عشان خاطر ايه كله يبقى ايه السمنه تكون جايه على الدقيق كله. تحس ان دقيق كده مندي كده، يعني ايه مش زي ما انت بدأتي فيه، يعني تحس ان هو مندي شويه كده طبعا من السمنه اللي هي فيه. تمام. ببس فيه كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. لو انت وصلت معانا بقى ما تنسينيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد، وما تنسوش اللايكات يا بنات. تمام كده بسيتها بقى كده كويس جدا. قعدت شويه كتير كده، شويه حلوين يعني حوالي كده 5 دقايق كده 10 دقايق، يعني حسب ما تحس ان هي دي كله اتشرب السمنه. تمام. ده احط عليهم بقى شويه الزبادي. طبعا انا ممكن اقولك تحط قد ايه اللبن الرايب طبعا، بس مش كل دقيق زي التاني. انا بحط كده يعني بالبركه لغايه ما الاقي العجينه كلها لمت معايا. حطيت ده اول زي يعتبر كوبايه ديت كده، حطيتها كده اللي هي بالسكر، دوبت السكر كويس فيها جدا. وهقلب فيها كويس زي ما انت شايفه. جيب من تحت كده واقلب فيها كويس. طبعا انا حاطه السكر حوالي نص كوبايه كده عشان انا هحشيها بملبن. لو انت بقى مش حابه الملبن او ما عندكيش ملبن او حابه تعمليها ساده وتبقى جميله، الساده بتبقى جميله جدا والله. بس انا كان عندي ملبن يعني فقلت اعملها بيها.
فما كترتش سكر، انما انا لو هعملها ساده بكتر السكر. طب حابه بقى تحشي ملبن، ممكن شويه سكر، تحشيها شويه سكر، ممكن تحشيها عجوه، ممكن تحشيها شويه سكر بقرفه. كنت عامله شويه قبل دول بس ما كنتش مصوره صراحه. كانت حلوه قوي. كنت حاشياها، كانش عندي ملبن، كنت حاشياها سكر بقرفه، يعني جبت معلقه سكر وحطيت عليها شويه قرفه، وكنت حاشياها من النص. عايزه اقول لك كانت حلوه قوي، تحس ان جواها عجوه كده. طبعا بقيت احط اللبن الرايب شويه بشويه لغايه ما العجينه تلم معايا، ما احطهمش كلها طبعا مره واحده عشان خاطر ما تلاقيهاش يحتاج معاكي دقيق وكده. فبحط حبه حبه كده، وافضل طبعا اقلب فيها واعجن فيها لغايه ما العجينه تلم معايا. هتشوفوها دلوقتي. يعني عايزه اقول لكم ان انا ما فصلتش الفيديو خالص. الوقت هو ده الوقت بتاع العجينه. بدات ان انا كده اعجن عليها. طبعا انت بقى لو انا قاعده على الارض، لو انت بقى عندك على الرخامه ممكن تقوم بقى تعجني على الرخامه برضو، بتبقى حلوه قوي، بتساعد كتير قوي. بس انا يعني متعوده اعجن في الطبق الكبير ده. تمام، بدات تلم معايا اهي زي ما انتم شايفين، بدات تلم مع بعض. زي ما قلت لك تنفع بقى الفطار، تنفع العشاء، ممكن على المغرب كده تلاقي نفسك جعانه، كوبايه شاي كده وقرصتين، عيل جعان يصحى الصبح. بصي سهله وبسيطه وبتبقى يعني عايزه اقول لك اقتصاديه، مش مكلفه والله. ما خليش سمنه كتير، يعني الكيلو عليه كوبايه سمنه مش حاجه خالص. زي ما قلت لك عندك اذا حابه تعمليها بزيت ممكن تعمليها بزيت. انا مش انا عملتها بسمنه. احط بس معلقتين زيت في الاخر الم بيه العجينه، مع ان هي بصراحه ما كانتش محتاجه يعني، بس انا قلت احط شويه كده. مسكت حته كده وبقيت امسح العجين كله اللي في ايدي. زي ما انتم شايفين بيطلع بكل سهوله في ايدي، من ايدي خالص. دول بقى معلقتين السمنه. بس زي ما انت شايفه العجين كده، لا تعمليها ناشفه ولا تعمليها طريه خالص، يعني تبقى متوسطه. تبقى فيها تلزيقه حاجه بسيطه، تبقى طريه كده. بصي لمت العجينه زي الفل، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصراحه العجينه كانت تحفه والله. بصي لمت كلها خالص من الطبق. بعجن فيها شويه كده برضو معلقتين الزيت دول كده، عجنها شويه كده. مسكت حته عجينه كده بقيت امسح الجوانب، ولو ان الجوانب هي اصلا بصي زي ما انت شايفه الجوانب كلها نظيفه. بصوا كده بقى كنت خلصت. طبعا هغطيها واسيبها تخمر. زي ما انتم شايفين ايدي والطبق كله نضيف صراحه، كلها كانت نضيفه. طلعت العجينه كانت صراحه في منتهى الجمال. جبت هنا فوطه بقى كده وايه، واغطيها تخمر براحتها. تمام، هسيبها كده على جنب تخمر. هي كده كده الجو حر وهي هتخمر بسرعه. وعايزه اقول لكم ان انا سبتها براحتها، يعني خمرت بزياده يعني. هجيب معايا هنا بقى ايه، اجيب الملبن. حابه بقى اللي مش حابب ملبن ممكن يحشيها بعجوه، اللي مش حابب، اللي ما عندوش ده او ده ممكن يحشيها ساده، ما يحشيهاش حاجه، قصدي يعملها ساده. تمام. انا بص جبت بقى رشه دقيق كده، وبدات ان انا ايه، اعوز كده حته الملبن في الدقيق عشان بتسهل معايا، بتخليهاش تلزق معايا خالص. الدقيق صراحه ممكن بشويه زيت، بس الدقيق احسن يعني، بيخليهاش تلزق خالص. الزيت بقى عايزه مره على مره كده تلاقي نفسك ايدك لزقت. بمسك حته بكورها كده وبعصها دقيق عشان خاطر ما تلزقش، وبحطها على جنب. وببططها اهم حاجه الاول. ببططها ليه بقى؟ زي ما انت شايفه كده ببططها كده عشان خاطر ان هي تعمل ان انا لما احطها في حته في القرصايه. هتشوفوها دلوقتي في الاخر أنا بعملها ازاي. تعمل ايه بقى، الاقي الملبن مالي القرصايه، ما الاقيهاش حته في النص. لو انت حطيتيها زي ما هي كده حته مكعبره كده في النص كده زي ما هي، قلت هتتفرد وانا بفرد العجينه، لا صدقني هتلاقي حته صغيره في النص برضو زي ما هي مش تتفرد كده. انما بالطريقه ديت، بص زي ما انت شايفاها مبططه كده، بالطريقه ديت بتخليها بقى ايه، بتتفرد معاكي. ما تفرديها تحطها في العجينه، بتفتحي القرصايه من النص، بتقسميها اتنين، بتلاقي العجين، بتلاقي القرصايه كلها مليانه ملبن. طريقه حلوه قوي. تقدري برضه نفس الطريقه برضه في العجوه تعمليها بنفس الطريقه برضه، تكوريها كده كوره وتعمل بطاطيها زي ما انت شايفه. بس في العجوه بقى هتعوزي ايدك دقيق، زيت قصدي، انما في الملبن انا بعوزها دقيق، لان الملبن بيسيح مش زي العجوه. زي ما انتم شايفين هعمل كميه كده حلوه واسيبها على جنب قبل ما العجينه بتاعتي ايه تخمر.
طبعا ياسين اللي قاعد جنبي ده رجل ياسين دي اللي جنبي. هنا رجلك شوف لازق فيا، لازم يقعد جنبي زي ما انتوا شايفين كده. قلت اعمل كده كمية واسيبها في التلاجة. فعلا بمسكت الكمية اللي انا محتاجاها يعني وبططتها وكورتها الاول، وبعد كده بططتها وسبتها في التلاجة طبعا عشان ما تسيحش، الجو كده كده حر جدا، فسبتها في التلاجة اضمن عبل ما العجينة بتاعتي تخمر. زي ما قلت لك، حابه بقى تبقى ساده تسيبها ساده، الساده بتبقى حلوه جدا والله. يعني ساده، لو هي ساده ممكن بقى بحته جبنه كده تحطها في الظهر وتحط قرصين على بعض زي الهمبرجر كده، سندوتشات الهمبرجر يعني، وتحطيهم كده وتاكلي، هتلاقيها في منتهى الجمال، هتلاقيها طعمها حلو جدا. ماما. هنا بقى بسم الله ما شاء الله، بص اللهم بارك، العجينه زادت. بص عايزه اقول لكم خمرت ازاي، بص خمرت، بص باينه خالص من تحت. انا بقى مش هفضل خميره منها، انا هقطع منها زي ما هي كده. يعني في ناس ممكن تفضل خميره تقلبيها تاني في بعض وكده تلاقي ايه الخمر ايه يعني ايه تهبطيها يعني. انا لا، مش ههبطها، انا هعملها زي ما هي كده. ده الملبن بقول لكم اهو، طلعته من التلاجة. طبعا الصينيه ديت مدهونه نقطه زيت يعني، تمام. مسكت جزء كده بسم الله كده، قلت بسم الله، مسكت جزء كده كورتها كده وفردتها. بص الملبن بقى حطيتها كده في النص وبقيت اقفل عليها زي ما انت شايفه بطريقه سهله خالص، وايه ورجعت اكورها تاني زي ما انت شايفه كده. الحجم اللي انت عايزاه بقى، يعني حجم كبير حجم صغير، الحجم اللي انت بتحبيه. هعمل معاكم واحده تانية. بص بكورها كده بظبطها كويس، واحط معاها فيها حته حته ملبن مفروده، وابدا ان انا ايه اقفل عليها كده كويس جدا. حابه حاسه ان هي كبيره معاكي شويه تقطعي منها حته. بصي وبكورها كده وبقفلها وبقلبها بقى من ايه، بحطها على الناحيه اللي انا يعني اللي انا برماه عليها. بصي دي حته تانية اهي. عايزه اقول لكم القرص كانت طالعه في منتهى الجمال، والملبن ما شاء الله يعني الملبنيه ماليه القرصه كلها والله، يعني كانت جميله جدا. طبعا بتسيبي بقى ايه، بتسيبي وسع بين كل واحده والتانية عشان خاطر ايه لسه هتخمر. هنا كنت خلصت بقى، قعدت بقى على الارض وايه خلاص، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الكميه ما شاء الله، عملت معايا كميه حلوه، او ال2 كيلو يعتبر عملوا 4 صيجان، 6 صيجان يعني 4 صيجان وصينيتين. وعايزه بصي ما انت شايفه كده يعني مش موسعه جامد، يعني انا لو ضيقت شويه لو ضيقت شويه هيعمل كمان صينيه صينيه كمان زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله كنت خلصتها. حابه بقى تحطي سمسم من على الوش تمام. ممكن بالسكينه تعملي فتحات كده من على الوش زي القرص الجاهزه اللي بره. زي ما انا هعملها زي ما هي، حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه تعمليها. ما بططتهاش يعني انت مش حابه عايزاها تخينه ما تبططهاش جامد. احنا بنحب الحجم ده وبنحبها كده حلوه، ما تبقاش يعني ايه كده زي ما انتم شايفين كده، تبقى زي كده بس حجم معقول يعني متوسط، لا هو صغير ولا هو كبير. والتسويه حطها في الفرن وسويتها وكانت في منتهى الجمال، وتعشينا منها. بص الظهر بتاعها حلو قوي، ممكن تعمليها ساته زي ما قلت لك، تحطي في الظهر ده حته جبنه وتاكليها بتبقى في منتهى الجمال. بصوا بقى الجمال. بصوا حلوه قوي، كانت طعمها حلو قوي صراحه، في منتهى الجمال والله. كل التسويه كلها حلوه بسم الله ما شاء الله. بصي هنا، بصي بقى الملبن يمكن مش واضح قوي، بصي الملبنيه جايباها من اولها لاخرها. بصي ملبنيه من الحرف للحرف. وبألف هنا وشفا على اللي هياكل، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.